فرحين بالخل، ما قال خل الله لا يفقرنا، خل وفرحانة بهالخل، أنا أبغى إدام لبن ولا مرق. قال هاتوا جيبوا الخل، فأحضروا له الخل ووضعوه بين يديه، فجعل صلوات ربي وسلامه عليه يأخذ من الخبز ويضع في الخل ويأكل ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، مشيها يعني دقق على الخل ومرق وحليب، نعم الإدام الخل. واحد قال لزوجته أحضري لي ماء، أو أنت دخلت عند واحد من زملائك قلت له بالله أعطني كاس ماء، فذهب وضرب مشوار إلى المطبخ وأحضر لك ماء فأعطاك إياه فشربته، بعد ما شربته أنت تحس أنه غير بارد، وضعت الكاس قلت يا أخي الماء عندكم حار. طيب ما هي الفائدة من هالكلمة؟ ما هي الفائدة من هالكلمة؟ هل ستخرج الماء مرة ثانية من بطنك وتضعه في الكاس ويذهب يضعه في الثلاجة؟ خلاص انتهى الموضوع، شربت الماء. لماذا تعمل لك قضية؟ أو مثلا صب لك قهوة وشربت لك فنجالين ثلاثة، بعدين قلت فنجالكم مكسور وأعطيته إياه، أحد سألك عن فنجالنا يا أخي؟ يا أخي لا تدقق على كل شيء. بعض الناس يرفع ضغطك بشدة تدقيقه في مثل هذه الأمور. دائما تذكر ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه من؟ المتغابي اللي يمشي الأمور. نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، ومشت الأمور وأكل وشبع عليه الصلاة والسلام. في يوم ثالث كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من معركة تبوك. أثناء رجوعه صلى الله عليه وسلم معركة تبوك واحد من الصحابة يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ببعيره وجعل يمشي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعني يقطعون قرابة 1000 كيلو ما بين تبوك والمدينة، وتعب شديد وإرهاق شديد. فالصحابي أن تعلم أن الرحل يوضع فوق الدابة، ويكون الرحل من خشب، وأحيانا يكون الرحل له أعواد يعني قطع خشب يمين ويسار، حتى الراكب يضع رجله فوقها فتكون الأعواد طالعة يمين ويسار. فالصحابي على بعيره والنبي صلى الله عليه وسلم على ناقته ويمشيان، فأحيانا الصحابي يغفو فأثناء ركوبه على البعير فيقترب بعيره من ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يستيقظ الصحابي ويبعد البعير مباشرة، لأنه يخشى أن العود الذي خارج من الرحل أن يضرب ساق النبي صلى الله عليه وسلم. صعب، تخيل واحد ساقه مرخي على البعير ويأتي إنسان ويضربه بلوح، بلا شك أنه مؤلم. يقول فغفوت واستيقظت فإذا هو قريب فأبعدته، ثم غفوت أخرى فاستيقظت فإذا هو بعيد قريب فأبعدته. قال ثم غفوت ثالثة فلم يوقظني إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم حس، يعني أح. قال فنظرت فإذا الخشب الذي في الرحل قد ضرب ساق النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدخل في بطن الناقة. تخيل واحد حط رجليه يمين ويسار فيأتي واحد ويضرب بالساق. يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حس، يعني أح. قال فاستيقظت وأبعدت البعير، فقلت يا رسول الله استغفر لي. إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال إنا لله أنت ضاقت عليك الوسيعة ما وجدت إلا تمشي بجانبي؟ يا أخي البر واسع صحراء هذه، يا أخي اذهب بيني وبينك مترين ثلاثة، أنت ما الذي أمشاك بجانبي؟ الأخ أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ يا أخي ارجع في آخر القافلة، ليش أنت تمشي؟ ليش تزاحمني ونحن في بر؟ هل عمل لك قضية؟ لا، لأن هذه لم تكن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وإنك لعلى خلق عظيم. لو كانت هذه أخلاقه يفور ويغضب لما قال الله له وإنك لعلى خلق عظيم. أدبه الله فأحسن تأديبه. مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو صغير، ورباه جده وعمه، ومع ذلك أدبه ربه فأحسن تأديبه. أول ما قال يا رسول الله استغفر لي، والنبي صلى الله عليه وسلم ساقه تؤلمه لا تزال حرارة الألم، فالتفت إليه وقال سر سر، يعني امش امش، يعني ما صار شيء، امش امش، سر سر. وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله مع الناس، لم يكن يدقق على كل صغيرة وكبيرة. خذ مثالا رابعا، جلس النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع أصحابه في المسجد،
فأقبلت إليه امرأة قالت يا رسول الله هذه قطيفة صنعتها لك. أخذت مغزلها وغزلت قطعة قماش. هم كانوا إذا أهدي إليهم القماش يعني لا يذهبون به إلى خياط ويقصه ويخيطه مثل ما نفعل، لا، في الغالب يلبسون إزارا ورداء ويمشي الوضع عليهم. فأقبلت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو صلى الله عليه وآله وسلم قد جلس بين أصحابه. قالت يا رسول الله هذه صنعتها لك، قطيفة قطعة قماش أنا صنعتها لك يا رسول الله. يقول راوي الحديث فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وكان محتاجا إليها. واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى قطعة قماش جديدة. كيف عرف الصحابي أنه محتاج إليها؟ لأنه يرى لباس النبي صلى الله عليه وسلم قديما، مثل لما مثلا ترى واحدة من أصحابك يلبس غترة قديمة جدا فتشتري غترة جديدة وتقول تفضل هذه هدية لك، وتقول في نفسك لأني أعلم أنك تحتاج غترة جديدة لأنك ترى بعينك أنه يلبس قديمة. فالصحابي يقول أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم القطيفة فرحا بها وكان محتاجا إليها. الذي يدلك على شدة حاجة عليه الصلاة والسلام للقطيفة أنه ما وضعها بجانبه وأكمل الدرس ثم أخذها إلى بيته، لا، قطع الدرس ودخل إلى البيت من شدة الفرح بها والاستبشار. قطيفة جديدة، دخل إلى البيت ونزع إزاره ولبس الجديدة وطلع للصحابة يكمل الدرس. يقول الصحابي فخرج إلينا وإنها إزاره. فلما جلس فرحان قال واحد من الصحابة يا رسول الله هبنيها. حول ولا قوة إلا بالله. يعني السوق لا يوجد فيه قماش ما وجدت إلا القماش اللي أنا لابسه، هبنيها. حتى ما قال هبني القديمة، لا، هبنيها اللي أنت لابسها انزعها وعطني إياها. حول ولا قوة إلا بالله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال إنا لله وإنا إليه راجعون وأنت ما وجدت إلا اللي علي، حتى ثيابي ما خليتوها؟ هل قال كذا؟ لا، لأنها لم تكن هذه أخلاقه، ولم يكن يدقق على لباس وعمامة. الأمور الصغار هذه لم يكن يدقق عليها، لا يهتم بصغائر الأمور عليه الصلاة والسلام. قام من لحظته، سكت، قام ودخل إلى البيت ونزعها ولبس الإزار القديم وخرج عليه الصلاة والسلام وقد طواها سفطها، تفضل هدية لك، وجلس ولا عمل قضية ولا تغير أسلوبه. يعني ما بدأ يكمل وهو منقبض هكذا، لا، مشى الأمور، مشى الأمور. دائما يا جماعة حقيقة الذي يمشي الأمور عندما يتعامل مع الناس، الذي يعني في طبيعته يمشي الأمور لا يدقق عليها، هذا أول من يشعر بالسعادة هو ثم الناس الذين معه. دائما بعض الزوجات مما يضايقها من زوجها أنه يدقق على كل شيء. لماذا المفرش نسيتي أن ترتبيه؟ لماذا الطفل هذا ما غسلتي وجهه؟ يدقق على كل صغيرة وكبيرة، دائما يريد الأشياء التي أمامه 100% الصح. لا، ارضى ب90%، ارضى ب80%. كذلك المرأة، بعض النساء مثلا يذهب معها زوجها إلى السوق تشتري شيئا، تقول له أريد هذه مثلا القميص هذا أريد أني أشتريه، فيسأل يقول بكم هذا؟ قال والله مثلا ب30 ولا 40 دينار، مثلا يسوى له حول 300 ولا 400 ريال. قال لزوجته طيب ليش ما تأخذين الذي بجانبه يشبهه لكن أقل منه ب10 ولا 20؟ المفروض أن الزوجة تعود نفسها أنها تمشي الأمور، لا تقول لا ما أبغى إلا هذا. يا بنت الناس خذي هذا أرخص شوي وقريب منه، يعني ما في فرق، ثم أنت ستلبسينه ليلة ليلتين في عرس ولا في وليمة وينتهي الموضوع. قالت لا ما أريد إلا هذا، يا تشتري لي هذا ولا لا، وتعمل قضية لزوجها بسبب أمر يسير. لا تدققي، مشي الأمور. إذا كنت في كل الأمور محاسبا، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تلقى الذي ستعاتبه. إذا في كل الأمور ستكون تعاتب الناس سيبدأ الناس يتفرقون عنك فعلا. يا أخي لا أحد يتحمل أن يكون هناك شرطي واقف بين يديه يدقق عليه في كل حركاته. يا أخي خلني أعيش، خلني أستمتع بحياتي.
أنت تعمل لقضية وتدقق على كل شيء. لذلك خذها منهج. من آداب النصيحة أنك تهيئ المنصوح لقبول النصيحة، هذا أول. الأمر الثاني ألا يكون من أسلوبك في النصيحة التدقيق على كل شيء. حاول أنك تمشي الأمور. حتى المدرس يمشي بعض الأمور من طلابه، الأب يمشي بعض الأمور من أولاده، يعمل نفسه ما شاف، يغض بصره أحيانا، يغض النظر في بعض الأمور. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الأمر الثالث، النقطة الثالثة، إذا استطعت أن تشير إلى الخطأ تلميحا من غير تصريح فافعل. إذا استطعت أنك تقدم النصيحة تلميحا من غير تصريح فافعل. مثال: النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى خطأ لأحد أصحابه يقوم ويقول: لماذا فعلت يا فلان كذا وكذا؟ هل كان يفعل ذلك؟ لا. ماذا كان يستعمل؟ أي أسلوب؟ يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، يعني الذي فعل يفهمها ويترك ما كان يفعل. قال مرة: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، يعني في الصلاة واحد كذا يصلي وهو يقرأ يبدأ ينظر فوق، أو إذا قال سمع الله لمن حمده نظر فوق. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء. ما قال يا فلان أنت وأنت وأنت. ثم لا زال أولئك يقعون في الخطأ ويرفعون أبصارهم إلى السماء. فقام صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء للمرة الثانية. ثم قال: لينتهن عن ذلك، يتركون رفع الأبصار أو لتخطفن أبصارهم، أو رب العالمين يعميهم. لا ترفع بصرك إلى السماء عن موضع سجودك في صلاتك. ولم يصرح عليه الصلاة والسلام. في حديث آخر في البخاري لما تكلم أهل الإفك في عائشة بما تكلموا فيه، عائشة رضي الله عنها خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني المصطلق، وقامت لتقضي حاجتها وضيعت عقدها وأخذت تبحث عن العقد. جاء الصحابة وظنوا أنها جالسة في الهودج، هودج مثل يعني يجعلون على الرحل شيئا من الألواح ويضعون عليها ستار قماش حتى المرأة تجلس في الداخل وتأخذ راحتها تنزع حجابها وكذا. فجاءوا وظنوا عائشة دخلت الهودج فأقاموا البعير ومشوا. رجعت عائشة ما وجدت أحدا، جلست تنتظر. أقبل واحد من الصحابة متأخرا، صفوان بن المعطل رضي الله عنه، لما رأى عائشة جاء وقرب البعير وصد عنها. ركبت بعائشة على البعير والرجل ما قال ولا كلمة ومضى يمشي حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأعطاهم، وصل عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم وسكت ومشى. المنافقون تكلموا قالوا: ما تأخرت إلا أنه فعلت معه كذا وكذا. شوف الفرية العظيمة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عائشة، يعني تربت في بيت الصديق ثم تربت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وامرأة عالمة من عالمات الصحابة، ليست امرأة يعني من عوامهم، ولم يعرف عنها شيء من ذلك حتى في أيام الجاهلية. فقام صلى الله عليه وسلم عن المنبر وقال: ما بال أقوام يؤذونني في أهلي. يعرفهم عبد الله بن أبي بن سلول وفلان وفلان، ومع ذلك مع أنهم منافقون لم يتكلم بأسمائهم، يعرض ويلمح من غير تصريح. قال: ما بال أقوام يؤذونني في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، من يعذرني في رجل يتكلم في أهلي، بلغني أذى حتى وصل إلى أهلي. لاحظ لم يصرح باسمه عليه الصلاة والسلام. ما أجمل يا جماعة أيضا لو نستعمل هذا الأسلوب، لو استعمله الرجل مع أولاده. أعرف أن أحد أولادي مثلا خرج كأنه بيصلي المغرب وهو ذهب وجلس مع شباب يتحدث ثم رجع بعد الصلاة، وعلمت أنه لم يصلي في المسجد. ما أجمل أن أعرض ولا أصرح. فإذا جلست مثلا مع أولادي على العشاء قلت مثلا: يا أخي سبحان الله، واحد من يعني أولياء الأمور عندنا في المدرسة، أو أحضر أي قصة من القصص، يشتكي إن ولدها أحيانا يغيب عن الصلاة، دون أن تصرح بذلك في نصيحتك. عرض دون أن تصرح. عرضت بشيء مع زوجتك، مع طلابك في المدرسة، مع جيرانك، حاول أن تتبع هذا الأسلوب بقدر المستطاع. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما على حفصة رضي الله عنها، فوجد عندها
الشفاء بنت عبد الله. الشفاء بنت عبد الله امرأة من الصحابيات كانت تتعاطى الطب، يعني تتطبب، تتعلم الطب هكذا وتعالج النساء ونحو ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر إلى حفصة حديثا فأظهرته لغيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم متضايق، يعني كيف أنا أخبرك بأسرار وتخبرين بها غيرك، فزعلان عليها. فدخل صلى الله عليه وسلم فوجد عندها الشفاء بنت عبد الله، فقال صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالوا: هذه الشفاء بنت عبد الله، الطبيبة يعني تتعلم الطب. فقال صلى الله عليه وسلم: يا شفاء، ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ ما هي رقية النملة؟ رقية النملة هو كلام كانت العرب تقوله لا يضر ولا ينفع. ما هو هذا الكلام؟ كانوا يقولون: العروس تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصي الرجل. فإذا قرصت أحدهم نملة كان يأتي وينظر إلى القرصة في الجاهلية ويقول للقرصة: العروس تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصي الرجل، غير أن لا تعصي الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: بالله حفظيها هالكلام حتى تردد دائما غير أن لا تعصي الرجل ولا تعصيني مرة أخرى. بالله هل رأيت إشارة ألطف أو أجمل من هذه الإشارة؟ ما صرح، لكن افهميها يا حفصة مرة ثانية: لا تعصيني فيما أقول لك، غير أن لا تعصي الرجل. إن استطعت دائما أن تشير إلى الأمور بالتعريض دون التلميح فهذا أحسن. واحد من الشباب كان يعني يرجع إلى بيته، فكانت زوجته تأتي إذا علق ثوبه على الشماعة ونام، تأتي الزوجة وتدخل يدها في جيبه وتأخذ الفراطة الموجودة، الصرف، إن كان فيه صرف يعني منها القطع الحديد، الفلوس، تأخذها. الرجل يصحى الصباح أحيانا يريد يشتري ماء، يشتري شيء، ما يجد، يسألها: وين هذه؟ تقول: ما أدري، يمكن أولادك. يوم من الأيام وهو راجع مر على محل يبيع حيوانات، يبيع قطط، يبيع عصافير، واشترى ضفدع اشتراه يعني بمبلغ يسير، وجاء وعلق ثوبه ووضع الضفدع في داخل الثوب، داخل الجيب عند المحفظة يعني حارس. لما جاء الرجل تعشى وسولف مع أهله وأولاده والضفدع مبسوط في هالمكان، والثوب معلق على الشماعة. جاء الرجل وضع رأسه على وسادته لينام. دخلت الزوجة بعدما مضى نصف ساعة، خلاص الدوام بدأ، دوام السرقة اليومية بدأ، فأقبلت وأدخلت يدها في جيبه تدور المحفظة، فتحرك الضفدع فرفعت يده وقالت: يدي. ففتح عينه وقال: جيبي. أنت يدي، أنا جيبي، يوميا أنا أصاب بسرقات ولا أحد، جيبي. فتأدبت بعد ذلك. إذا استطعت دائما أنك توصل النصيحة إلى الناس بأسلوب غير مباشر فهذا أمر حسن بلا شك، والتلميح يكون أحسن من التصريح في كثير من الأحيان، حتى الإنسان يعني يتخلق بأخلاق النبوة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخلق بها. من أهم الآداب أيضا آداب النصيحة أن تضع نفسك في مكان المنصوح. أحيانا تأتي إلى إنسان وتنصحه كأنه كفر بفعله أو كأنه ارتد عن الدين. إنسان فرضا يعني تغيب عن صلاة الفجر مثلا، أو ربما دخل إلى سوق في منكرات معينة، أو مثلا ربما أن زوجته لبست لباسا لا يليق أو نحو ذلك. إذا أردت أن تنصح لا تجلد الذي أمامك جلدا إلى درجة أنه يشعر أنه ارتد عن الدين بهذا. ضع نفسك في موضع الملوم، ربما يكون المسكين مضطر إلى هذا الفعل. خذ مثالا على ذلك. أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه يوما قادمين من معركة من المعارك، أطالوا المشي حتى تعبوا تعبا شديدا،
فقال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: هل وددتم أن تعرسوا؟ يعني هل تودون أن ننزل نرتاح؟ قالوا: نعم يا رسول الله. الصحابة فعلا كانوا تعبانين. نعم. فنزلوا وعرسوا، يعني نزلوا في أثناء الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خاف على صلاة الفجر، نحن الآن تعبانين ممكن ننام ونضيع صلاة الفجر. فقال: من يرقب لنا الفجر؟ أنا أريد واحدا منكم يعني ما ينام، يظل سهران حتى يوقظنا لصلاة الفجر. من يرقب لنا الفجر؟ قال بلال: أنا. قال: طيب. الصحابة بسم الله وناموا. بلال جاء وصلى ما كتب الله له. لما اقترب قبل الفجر بقليل جاء وجلس واتكأ على بعيره وتوجه إلى جهة طلوع الفجر وأخذ ينتظر حتى يطلع الفجر ويأذن ويوقظ الناس للصلاة. فأثناء انتظاره غلبته عينه، ثم غلبته، وهو مسكين تعبان أكثر منهم لأن طوال الليل يصلي أيضا، فغلبته عينه حتى نام. طلع الفجر وانتشر الضوء وطلعت الشمس والناس نائمون، فما أيقظهم إلا حر الشمس، ليس الشمس، حرارة الشمس أيقظتهم. استيقظوا واستيقظ عمر واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عمر يقول: الله أكبر، الله، فزعان، كيف تفوتنا الصلاة؟ شوف سبحان الله، كل هالاضطراب لأجل فوات صلاة فجر عليهم. بعضنا الله المستعان تفوت صلاة الفجر في الأسبوع مرتين وثلاث والأمر عنده ليس فيه يعني حزن ولا اضطراب. فبلال استيقظ يفرك عينيه: إلا والله الشمس طالعة، ما صلينا، أنا المؤذن ولا صلينا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلال قال: يا بلال أين كلامك؟ أنت ما قلت سأوقظكم، وين؟ أين كلامك يا بلال؟ فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفوسكم. الله، عاد أنتم تعبانين وأنا تعبان، أنا اجتهدت أن أبقى مستيقظا لكن النوم سلطان ما استطعت. أخذ بنفسي، ما أنتم نائمين أيضا، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفوسكم. النبي صلى الله عليه وسلم سكت فعلا، والله كلام مقنع، الموضوع انتهى، نمنا وضيعنا الفجر وخلاص. فقال صلى الله عليه وسلم: ارتحلوا، هذا موضع حضرنا فيه الشيطان. فارتحلوا ومشوا قليلا ونزلوا وصلوا، ولم يلم بلالا في ذلك. الرجل فعل أكثر ما عليه. أنا والله اجتهدت، قمت أصلي لكن تعبت فقلت أرتاح فغلبني النوم غصبا عني، تلومني ليش؟ أمر خارج عن طاقتي، ما استطعت يا أخي أن أفعل شيئا أكثر من ذلك. الأمر الخامس أو النقطة الخامسة الأخير: إذا كان الأمر انتهى فلا تلم ولا تنصح. بمعنى أحيانا يا جماعة يكون الأمر حصل وانتهى، فكونك تأتي إلى الشخص الذي أمامك وتلومه وتتكلم عليه ما في فائدة، خلاص الأمر انتهى يا أخي وحصل الذي حصل. مثل لو أن إنسانا أهمل ولده فخرج الولد إلى الشارع وصدمته سيارة ومات، هل مناسب تأتي في العزاء وتقول: أحسن الله عزاك ومرة ثانية انتبه لعيالك؟ يا أخي الولد مات خلاص، يعني أنا أفهمها من غير ما تفهمني. واحد أهمل أولاده وكنتم طالعين للبحر مثلا، فجاء واحد من الأولاد وغرق في البحر، لا تقول: إيه أنا نبهتك قبل تنتبه لأولاد. يا أخي الأمر انتهى خلاص انتهى الأمر. خذ مثالا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نختم به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أقبل فاتحا لمكة، أقبل صلى الله عليه وسلم بالكتائب، وكان قد قال للناس الذين في داخل مكة، قال: من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يعني الذي موجود في الشارع معناه يريد أن يقاتل فسنقاتله، اللي يريد يأمن على نفسه يجلس في بيته ويسك الباب، خلاص في عدل أكثر من كذا؟ اللي يريد يأمن على نفسه يا أخي ادخل بيتك وأغلق الباب وخلاص وتأمن، أو ادخل المسجد أو ادخل إلى دار أبي سفيان. دخلت الكتائب، كتيبة يقودها سعد بن أبي وقاص، كتيبة يقودها سعد بن عبادة، كتيبة يقودها خالد بن الوليد، دخلوا من حوالي مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إن مكة حرام، يعني ليس فيها قتال، وإن الله أباحها لي ساعة من نهار،
يعني الأصل أن مكة لا يقاتل فيها، لكن نحن الآن نقاتل للضرورة. فقال للصحابة أوقفوا القتال، دخلوا قاتلوا قليلا ثم جلس عليه الصلاة والسلام. أقبل إليه رجل قال يا رسول الله إن خالدا يقاتل، خالد مع كتيبته يقاتل. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى واحد من الصحابة عنده قال قم فقل لخالد يرفع يده من القتل. الصحابي يعلم أن الناس في قتال وأننا في حرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس الذي لا يريد أن نقاتله يجلس في بيته، معناه أن الذي في الشارع يقاتل أنه يقتل. فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده من القتل يعني يقتل على قدر استطاعته حتى ما يبقى أحد يقتله فيرفع يده عن القتل، هكذا فهم. ومضى إلى خالد يركض وخالد شغال، قال يا خالد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك اقتل من قدرت عليه. خالد يعني we are doing، احنا نفعل ذلك الآن، وشغال يقتل. فجاء واحد ثاني قال يا رسول الله خالد يقتل، قال عجبا ادعوا لي خالدا. جاء خالد وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خالد ألم أنهك عن القتل؟ قال لا، جاءني فلان وقال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك اقتل من قدرت عليه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل قال ماذا قلت له؟ فهم الرجل الآن مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ما ماتوا الناس قال يا رسول الله والله كان أمر الله فوق أمرك وفوق أمري، أردت شيئا وأراد الله شيئا، فكان أمر الله فوق أمرك، يعني ماتوا خلاص ماذا نفعل؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأن ما في فائدة الآن اللوم وتقديم نصائح ما دام أن الأمر انتهى. هذه حقيقة 5 طرق فيما يتعلق بالنصيحة، وقد فصلتها أكثر في كتاب لي اسمه استمتع بحياتك، ذكرت فيه قرابة 92 طريقة في التعامل مع الناس مستقاة من السيرة النبوية، فلعلكم لو رجعتم إليه إن شاء الله تجدون فيه ما هو أوسع من ذلك. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.